صباح الخير عليكم ولا مساء الخير عليكم. وقت ما لحقكم هذا الفيديو يلقاكم بخير ومهنيين ان شاء الله كامل تكونوا في صحه جيده. جيتكم اليوم بالترند اللي راه داير حاله على مواقع التواصل، حلوى العسل الروسيه بطريقه جديده بسهله وبسيطه بدون طبقات بدون زبده، غير بزوج بيضات وحنا درنا اروع حلوى العسل الروسيه. الجديد فيها انها راح نديروها طبقه واحده مباشره، ديريها في سنيوه بلا ما تظلي ديري في الطبقات. هذا مكان وصفه هايله تستاهل التجربه صدقوني وراح تجي بنينه. ندوزو نشوفوا طريقه التحضير. ما تنساوليش جام يتسهلكم الايام. في كسرونه اول حاجه درت نص كاس تاع سكر، كاس تاع الزيت، ونص كاس تاع العسل. القاعده الاساسيه تاع هذه الحلوى الروسيه هي العسل، لازم يكون متوفر عندك العسل العادي. أنا هنا درت العسل تاع المرجان، نص كاس عسل نديروهم كامل في الكسرونه، نخلطو مليح بيدنا قبل وبعد نحطوه فوق النار. حلوى هذه الحلوى اللي راهي دايره حاله وهبلت الغاشي كامل، هي تجيب الطبقات حلوى الروسيه، سموها حلوى العسل الروسيه. بصح هاد المره بهذه الطريقه كامل داروها بهذه الطريقه دفعه واحده بدون طبقات بلا ما تضلي ديري في الطبقات. جات هايله ما شاء الله. هنايا هذاك الخليط اللي كنت درته نص كاس تاع السكر ونص كاس تاع العسل والكاس تاع الزيت نحطوهم فوق النار ونبقى نخلطهم. تخلوش السكر تاعكم يتحرق لكم ويوري لكم كراميل. شوفونا كيفاش راني نخلط. ومن بعد كي تشوفوا السكر داب لكم، الإضافة السحرية اللي حتعطي لها هذاك اللون البني هي مغرفة بيكربونات. هنا غير يرفد الغلية نطفيو النار، نديرو المغرفة تاع بيكربونات ونطفيو النار، مغرفة صغيرة. نبقى نخلط هكذا، انا راني مطفيه النار ومن بعد مباشرة نروح نديرها في غيسيبيون. هنايا خلطها، شوفوا هنايا راهي شغل منفصله هذيك الزيت عليهم. نواصل الخلط، تحبوا تخلطوا بالفوي ولا ديروا كيما انايا جبت الباتر وخدمتها بالباتر حتى نسجموا لي كامل المكونات. لحد الان هي كل شيء واضح. الطريقه الاولى اللي بديناها من في الوصفه درنا هذا الخليط اللي درنا فيه نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع العسل، وكاس تاع الزيت، ومغرف تاع بيكربونات. بعد ما خلطت مليح هذاك الخليط وخليته دفالي نبدا ندير البيض راح نديرو زوج حبات بيض. نبداو نخلطو. هنا راهو دافي الخليط، ما ديروش هو سخون. درت الحبه تاع البيض وراني نخلط. قلت لكم تقدروا تخدموا بالفوي، انا باش نسرع العمليه هذه خدمت بالباتر. زدت جبت البيضه الثانيه وضفتها. ما تنساوش الرشه تاع الملح، انا كنت درتها وما ذكرتهاش، الرشه تاع الملح. وديروا لافاني، انا هنا درت عطر الكراميل، ما كانتش متوفره عندي لافاني لا سائله ولا الغبره، دونك ديروا العطر اللي متوفر عندكم. كملت خلطت هذاك البيض مليح. شوفوا الخليط كيفاش راه بني، خرجت حلوة هايله. يعني احنا ايفيتينا علينا، نقصنا علينا هذاك التعب تاع الطبقات، نديرو طبقه ومن بعد نديرو الحشو مع الطبقه ومن بعد الحشو ريحه. درناها دفعه واحده. هنا نبدا نضيفو في الفارينه شحال خذت لي 4 كيسان. هنا درت كاس فارينه ودرت مغرف تاع خميره الحلويات حوالي 5 غرام. نخلط مليح الكاس الاول، تقدروا تخلطوا بيدكم، دائما نقول لكم تقدروا تخلطوا بيدكم. نخدم مليح الكاس الاول ونزيد الكاس الثاني ونخلط. اللي لحقت لهذه المرحله من الفيديو ولا مازال ما درتي لي جيم، ديري لي جيم تسهلك الايام، بارطاج مع احبابكم وصحابكم حتى تكبر الدار وتعم الفائده. انا عليا الوصفات وانتم عليكم الجيم والبارطاج والتعليق المحفز. هنا زدت الكاس الثاني تاع الفارينه وراني نخلط بيدي، وهذا الكاس الثالث راني نضيف فيه تدريجيا. والفارينه دائما نقولها لكم، فارينه انواع، كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. وحنا العجينه تاعنا حنا نسحقوها تتلاصق نوعا ما، ماشي تلصق بزاف وماشي يابسه بزاف، تتلاصق نوعا ما. انا نحاول نطم كامل هذوك الجوانب تاع الفارينه والخليط تاعي. هنا مازالها تتلاصق. نجيب الكاس الرابع ونضيفه تدريجيا ثاني. تحبوا ديروا دفعه واحده الا كنتو تعرفوا الفارينه تاعكم، اما انا راني نضيف فيه تدريجيا باش نعطيكم مصداقيه الوصفه.
دوك يقول لك كامل درتو هاد الوصفه يعني يقول لك عاند ولا تحسد. الوصفه ماشي تاع واحد ولا ماشي منسوبه لانسان واحد، وصفه تاع معروفه من بكري، الحلوه العسل الروسيه. برك هذه الطريقه اندارت هكا، نقصوا علينا طبقات، وانا نجربوها كامل معكم، وكي نجحنا فيها علاش ما نشاركوكمش الوصفه. ان شاء الله نتوما ثاني تعجبكم وتشاركونا الوصفه في تعليقاتكم. هنا راني كسر رابع ضفتو كامل، راني نطمف كاع في العجينه، وملاحظه ما تعجنوهاش، شوفوا راه طموا غير بصبعتين يديكم. على بالكم العجينه لا الحلوه تاعنا كاع بانواعها لا تعجنت ما راحش تجيك مليحه. شوفوا كيفاش راني نطم غير بصبعتين يديا، وراح تحسوها تلصق شويه في يديكم. هذه هي واش راني نحوسوا العجينه ونحوسوا عليها. جبت سنيوه تاعي كنت درت لها بابي كويسون او ورق الطهي، دهنته ثاني بالزيت. سنيوه تاعي دير 30 على 24، 30 على 24. ندير هذيك العجينه، شوفوا كيفاش راهي تلصق شويه كيما تاع الكروكي. نحطها في السنيوه ونيطاليها كامل باش ما تجينيش جهه منفخه على جهه. شوفوا هنا كيفاش راني نمشي فيها كامل، نسوي لها كامل الاطراف ونعاود نولي لكم. وهنا بعد ما سويتها جبت كوبات باش نحي هذوك لي طراس تاع صباعتين يديا، وتجيني العجينه الحلوه تاعي مليحه. هنا بعد ما دخلتها للفرن، الفرن كنت شعلته يسخن على 180 درجه. طيبتها كي تشوفوها طابت داخل كي تشوفوا العجينه تاعكم طابت لداخل، شعلوا لها تاخذ تحميره خفيفه من الفوق. هايليك بعد ما طابت خليتها تبرد لي شويه برك، وقلبتها على بلاطو. ودوك راح نعاود نرجعها فوق البلاطو اللي طيبتها عليه. فوالا نفس الطريقه نقلبها، هاي الطريقه. وهنايا واش راح ندير، حنجيب موس ونحي الاطراف هذوك، نحي الاطراف هذاك لي شوت اللي نحيناهم، نسحقوهم نرحيوهم ونديروهم كتزيين من الفوق. ابزوهم غير بيديكم، رحيوهم غير بيديكم ولا في الاشواق ولا كيما تحبوا يعني، ما ماشي مشكل. كملت نحيت الاطراف تاعي كامل، حطيته في طبسي. وهنايا تدهنوها بكونفيتور ولا بالكراميل ولا باي حاجه متوفره عندكم. هاي لك شوفوا هنا كيفاش وسيتو غير بصبعتي عبستو ريحي شغل ترحالي كامل. انا هنا كانت ما توفرتش عندي الكونفيتور، درت العسل رحيت مسحت مسحه هكا خفيفه بالبانسو عسيله، ودرت عليها هذيك اللي قطعتهم من الاطراف وضفتهم من الفوق. كانت هذه حلوتنا، الحلوة الروسية ولا حلوة العسل الروسية، اللي راهي مهبلة الغاشي في التيك توك في الفيسبوك كاع في مواقع التواصل، وما كاش اللي ما جربتهاش. انا تاني لحقتني العدوى وجربتها معكم بدون بيض بدون زبدة بدون طبقات، يعني جات ما شاء الله. ولو انه انا نفضل تاع الطبقات، صدقوني انا نحبها بالطبقات وندير لها حشو مخالف. المره الجايه باذن الله باذن الله تعالى نشاركها معكم بالطبقات وندير لكم حشو رائع. هاي لك الحلوه تاعنا كيفاش جات ما شاء الله، بنينه خفيفه هايله للقهوه ولا مع العصائر كما كانوا بكري يقدموها. ما تبخلوليش بالجام، تزهيكم ليا بارطاج مع حبابكم وصحابكم حتى تكبر الدار تاعهم الفائدة. نبقى لي نقولكم تهلاو لي في روحكم، وانتظروني في وصفات أخرى بحول الله، ودائما تحت شعاري الجود بالموجود. سلام.